تعال اقول لك على اسهل طريقة تزود بيها مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لو انت تاجر او صاحب محل ملابس. اول موقع هنحتاجه هو موقع ويسك. الموقع ده هيديك شخصية افتراضية، يعني شخصية مش حقيقية. هتبدأ انك انت تعرض عليها المنتجات اللي عندك. هنا انا بفترض ان انا صاحب محل ملابس وعايز ان انا اعرض المنتجات بتاعتي دي على شخصية بحيث ان هي تلبس المنتجات دي. فهنا انا قلت للموقع ده اعمل لي صورة لشاب مصري عنده 25 سنة، لابس قميص ابيض وكوتشي اسود وبنطلون جينز. هيبدأ ان هو يطلع لي صورتين. تمام. من الصورتين دول هتبدأ انك انت تختار الصورة المناسبة ليك. هنا انا اخترت اللي هي اول صورة موجودة. من علامة التحميل هتبدأ انك انت تحمل الصورة على الجهاز عندك. بعد كده هنروح على الموقع التاني. الموقع التاني هو موقع ال ام ارينا. ال ام ارينا ده باختصار شديد ان احنا نخليه نستعمله ان احنا نجمع الصورتين مع بعض، صورة الطقم وصورة الشخصية. هنروح على علامة الصورة او علامة الجاليري اللي موجودة دي، هنضغط عليها الاول. بعد كده من علامة البدل هنختار دايركت شات، ونتأكد ان احنا مختارين نانو بنانا اللي هي اول خيار موجود. ومن علامة البلس دي هنبدأ ان احنا نحمل الصورتين، اول صورة اللي هي صورة الشخصية اللي احنا عملناها، وتاني صورة صورة الطقم اللي هو الطقم اللي الشخصية دي هتلبسه. تمام. هنا انا حملت الصورتين. في كلمة ديسكرايب دي، هنا هنبدأ نكتب له الوصف او اللي احنا عايزين نعمل ايه. انا هنا هكتب له الوصف بالعربي، وكمان هكتبه له بالعامية المصرية. يعني هنا حتى انا بقول له، قلت له خلي الشاب اللي في الصورة الاولى يلبس الطقم اللي في الصورة التانية بالكامل زي ما هتشوف دلوقتي. ركز على جملة بالكامل لو انت هتخليه يعني يكون طقم كامل اللي هو قميص وبنطلون وكوتشي او كده. زي ما انت شايف ده شكل الطقم، والصورة اللي جنبه صورة الشخصية. هنا قلت له خلي الشاب اللي في الصورة الأولى يلبس الطقم اللي في الصورة التانية بالكامل. بعد كده هنبدأ إن احنا نبعت له الأمر ده بحيث إن هو يجمع لي الصورتين دول مع بعض. هيبدأ إن هو يحمل معانا. طيب بعد ما حمل معانا زي ما انت شايف اهو، خلى الشخصية تلبس الطقم اللي احنا يعني نفس الطقم ده، خلى الشخصية تلبسه. زي ما انت شايف الكوتشي بالبنطلون بالحزام بالقميص حتى النضارة خلى الشخص ده يلبسه. تمام. اهو ده شكل الشخصية اللي احنا عملناها. والصورة اللي جنبها على طول اللي هي الصورة دي صورة الطقم اللي هو لو انا صاحب المحل فده الطقم اللي انا ببيعه، يعني اللي انا عايز ابيعه. تمام. فخلى الشخصية دي تلبسه. والحلو في الموضوع ان الصورة باينة ان هي حقيقية 100%. يعني احنا حتى لو جينا ان احنا نجرب نعمل زوم على الصورة بحيث ان احنا نشوف مثلا هل الصورة باينة ان هي فيك او باينة ان هي مش حقيقية. فلو جينا ان احنا نعمل زي ما انت شايف اهو، كبرنا الصورة فباينة ان هي حقيقية 100%. تعالى بقى نجرب صورة جديدة. من علامة القلم كده هنضغط عليها، وبعد كده ركز بقى، انا هنا غلطت في حاجة، دخلت على جملة دايركت شات الأول فما ظهرليش جملة نانو بنانا. لو احنا دخلنا على السلكت موديل، فمش لو ضغطت عليها جملة نانو بنانا مش هتلاقيها باينة. ليه؟ لأن أنا كنت المفروض أضغط على علامة الجاليري أو علامة اللي هي الصورة اللي موجودة تحت دي الأول، وبعد كده أروح على دايركت شات. تمام. ضغطت على علامة الصورة، وبعد كده من دايركت شات هنختار نانو بنانا نفس اللي احنا عملناه في الأول. بعد كده نبدأ إن احنا نحمل له نفس صورة الشخصية اللي احنا نزلناها في الأول، ولكن هنغير الطقم، هنخليه إن هو يلبس طقم تاني. تمام. هنا قلت له برضو نفس الكلام، خلي الشاب اللي في الصورة الأولى يلبس الطقم اللي في الصورة التانية. ممكن تكتب له الوصف ده بالعربي او بالانجليزي مش هتفرق، انا بس انا هنا بكتبه له بالعربي بحيث ان هو يبقى الموضوع اسهل. ولكن ركز بقى في الحتة اللي جاية علشان ساعات الموقع بيهنج معاك ومش هيديك الامر اللي انت عايزه. زي ما انت هتشوف في الصورة دي، انا كنت قاصد ان انا ما اشيلهاش من الفيديو بحيث ان هي لو حصلت معاك ما تقولش ان الموقع مش شغال. تمام. هنا دي صورة الطقم، واللي جنبها على طول صورة الشخصية اللي احنا حملناها قبل كده. زي ما انت شايف الموقع ما غيرليش في حاجة. يعني هو يا دوبك بس خلى الشخص ده يلبس النضارة، ولكن الطقم خلى ان الشخص ده ما يلبسوش. هنعمل ايه؟ ولا اي حاجة. نفس الكلام برضو هنخش على علامة اللي هي القلم اللي موجودة جنب جملة دايركت شات دي. هنفتح شات جديد، وبعد كده من علامة الجاليري او من علامة الصورة هنضغط عليها، وبعد كده نختار دايركت شات ونانو بنانا نفس الكلام هو. وهنبدأ إن احنا نحمل له صورة الشاب الأول اللي هي صورة الشخصية، وبعد كده صورة الطقم. وهكتب له الكلام هو مش هغير فيه أي حاجة. قلت له برضو خلي الشخص اللي في الصورة الأولى يلبس الطقم اللي في الصورة التانية بالكامل. ركز على جملة بالكامل دي، لو هو طقم كامل فهتكتب له بالكامل بحيث إن الموقع يفهم، مش يخليه مثلا يلبس القميص والبنطلون لأ. فاهمني؟ فركز على جملة بالكامل. هيبدأ إن هو يحمل معانا.
تمام. هتلاقي بعد التحميل ان الموقع اشتغل عادي، يعني التهنيج اللي حصل في الاول ده هتلاقيه ان هو اتصلح زي ما انت هتشوف دلوقتي. اهو زي ما انت شايف خلى الشاب يلبس الطقم اهو، القميص بالبنطلون بكل حاجة. ده شكل الطقم. تمام. وده شكل الشاب بعد ما الموقع لبسه الطقم. هنا انا جيت اجرب حاجة تانية، ان احنا نجرب على منتجات بنات او ملابس بنات. فهنا انا قلت له اعمل لي صورة لبنت مصرية عندها 25 سنة لابسة تيشيرت ابيض وكوتشي اسود وبنطلون جينز. طلع لي صورتين، بدأت ان انا احمل اول صورة نفس الكلام هو هو. رحت على موقع ال ام ارينا، فتحت شات جديد من علامة اللي هي القلم. بعد كده ضغطت على علامة الصورة او علامة اللي هي شبه معرض الصور كده. من باتل هنختار دايركت شات، وبعد كده نانو بنانا. بعد كده نبدأ ان احنا نحمل له صورة البنت الاول، وبعد كده صورة التيشيرت. والمرة دي برضه هقول له نفس الكلام، خلي البنت اللي في الصورة الأولى تلبس التيشيرت اللي في الصورة التانية. هنا أنا كنت قاصد أعمل الحركة دي بحيث إنك أنت ما تكونش حاطط في اعتبارك إن هو لازم يكون طقم كامل، لأ ممكن يكون تيشيرت بس أو بنطلون بس. فاهمني؟ يعني مش شرط يكون طقم كامل، ممكن يكون تيشيرت بس أنت عايز إن أنت تخلي حد إن هو مثلا يلبسه، بحيث لو حد عميل كلمك قالك أنا عايز شكل التيشيرت ده أو شكل المنتج ده على الطبيعة، فتوري له شكل التيشيرت ده وحد لابسه. فاهمني؟ زي ما انت شايف اهو، بدأ ان هو بعد التحميل ده شكل التيشيرت، وده شكل البنت. طبعا البنت دي مش حقيقية، تمام، دي كلها ذكاء اصطناعي. بس الحلو بقى في الموقع ده عشان كده انا اخترته، ان الشخصيات اللي بيطلعها بتبان ان هي حقيقية 100%. تمام. طيب، جربنا هنا برضو على موديل تاني، نفس الموديل اللي هو بتاع الشاب، ولكن المرة دي خليته ان هو يلبس تيشيرت بس. مش هخليه يلبس طقم كامل اللي هو بنطلون وكوتشي والكلام ده، لا انا هخليه ان هو يلبس التيشيرت ده بس. قلت له برضو نفس الكلام، خلي الشخص اللي في الصورة الأولى يلبس التيشيرت اللي في الصورة التانية. هيبدأ ان هو يجمع لي الصورتين مع بعض بحيث ان هو يلبس الشاب التيشيرت ده. وزي ما تشوف دلوقتي الصورة شكلها حقيقية 100%. بس كده، دي كانت فكرة فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك انت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. سلام.